الحيوانات مخلوقات مدهشة ولكن عندها طابع بري شوية، لكن الحيوانات اللي معانا أقل ما يقال عنهم إنهم مدهشين، لأنهم بينقذوا بني آدمين كتير في اللحظات الأخيرة بأفعال البشر نفسهم ما يقدروش يعملوها. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمني بلايك وتشترك على القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. الراجل دوت لقى نفسه في مزرعة للذئاب، ولكن الكلب بتاعه عارف يحميه بطريقته الخاصة. شايفين الكلب الصغير دوت؟ الكلب الصغير ده عارف ازاي انه يحمي الطفلة دي، وفهم ان العربية ممكن تخبط الطفل، وشوف على قد حجمه ولكن شجاعته كبيرة جدا. كلنا نفسنا يبقى عندنا صاحب جدع، ولكن يساعدك يا هناك لو الكلب ده صاحبك. الكلب ده حمى الطفل اللي عنده 6 سنين من كلب مفترس بدون اي تردد. شوف الشجاعة. الدب ده دخل منطقة مش بتاعته يستكشف، ولكن لقى صاحب البيت حيوان هيندمه على اللي عمله ده، على قد فرق الحجم والشراسة، ولكن الكلب ده شجاع جدا. عمرنا ما نتمنى نتحط في الموقف ده. في جنوب أفريقيا حادثة سطو على راجل مسن عنده 59 سنة بالأسلحة، وبنته لاحظت دوت وحاولت تقفل باب البيت من الخوف، ولكن من وفاء الكلاب خرجت تدافع عن صاحبها بكل قوة وشجاعة. القطة هنا بكل ذكاء بتحاول تنقذ طفلة من قبل ما تقع من السلم ومن غير ما تأذيها. سبحان الله. المطبخ عمره ما كان مكان آمن للأطفال، والقطة هنا بتحاول تنقذ الطفل بعد ما حست بالخطر اللي هو بيعمله. كلاب الشارع خطر جدا على الأطفال، وهنا كلب الشارع بيحاول يعض طفل بكل قوة، ولكن شجاعة قطة من الشارع تنقذ طفل هي ما تعرفوش. في الفيديو ده طفلة زعلت مع مربية أطفال وبتلقائية كسرت الإزاز، ولكن المربية زعقت لها جامد وده خلى الطفلة تعيط أكتر. في الأوضة التانية بقى القطة صاحبة الطفلة اللي خدت دور الأم وفهمت اللي حصل وحاولت تربي المربية دي من أول وجديد. تستاهل والله. الحرامي ده من سوء حظه انه دخل البيت ده عشان يسرق التلفزيون، ولكن قبل ما ينفذ خطته صاحبة البيت كشفته والحرامي جري عليها عشان يأذيها، ولكن لما اتفتح الباب اتفاجئ الحرامي بأسوأ كوابيسه. التعابين مخلوقات سامة وبتقتل بسهولة جدا، ولكن الكلب ده أول لما شافه حس وفهم الخطر وتصرف بشجاعة بدون خوف على نفسه. الراجل ده مربي للقطط الكبيرة، وفي لحظة فهد حاول يهجم عليه، ولكن النمر فهم بسرعة ودافع عن صاحبه. سبحان الله. الكلب ده لاحظ شخص بيغرق. الغريب هنا هو سرعة رد فعل الكلب، لأنه نط وراه بسرعة بالرغم من غرق الشخص ده في المية، ولكن الكلب شده للبر وتم إنقاذه. مسؤولية وذكاء الكلب هنا تدرس، لأنه فهم الخطر اللي على الشخص اللي ما عندوش قدرة الرؤية، وأثبت إنه مفيد جدا وقت الكوارث. القطة الصغيرة دي دم مهاجمتها من قبل كلاب الشوارع، ولكن الأم أم في كل حتة. القطة الأم رمت نفسها في وسطهم عشان تدافع عن طفلها من غير خوف على نفسها، وأثبتت شجاعتها حتى والعدد ضدها. غريزة الأمومة يا جماعة شيء عجيب.
في الفيديو ده شخص تم مهاجمته من إنسان تاني، وسخرية القدر هنا بقى إن حيوان هو اللي بينقذه حتى وإن كان أضخم الحيوانات. في رحلة صيد لعائلة تم رؤية دب بيحاوطهم بسبب أسماك السلمون اللي معاهم، واللي ما يعرفش ده إن السلمون هو أكل الدب المفضل اللي ممكن يقتل عشانه، ولكن في هنا كائن شجاع بالرغم من فرق الأحجام إلا إنه دافع عن عيلته ومكانه بكل قوة وبدون خوف على نفسه. الفيديو ده عجيب جدا، شخص بيحاول يسعف البقرة الصغيرة ولكن خوف البقرة الأم مخليها مش عارفة تسيطر على نفسها، ولكن الحصان هنا فهم الموقف وكان واخد دور الممرض اللي بيحاول يبعد أهل المريض عشان ياخد العناية اللازمة. طفلة بتحاول تمشي كلبها الصغير دوت، ولكن هي بتتمشى هجم عليها ديب وحاول يأذيها، ولكن شجاعة صاحبها الصغير دوت هي اللي أنقذتها يمكن من الموت. تحية كبيرة. الكلب ده شاف غزالة صغيرة مجروحة وغرقانة، وشجاعته خلته ينط وراها وينقذها من آخر النهر ويعوم بيها كمان لحد ما وصلها للمساعدة. من أغرب الفيديوهات اللي شفتها في حياتي، كلبين بيساعدوا سمكة عشان فهموا نقص المية وإنها ممكن تموت، وحاولوا يشقوا ليها طريق في البحر لحد ما أنقذوها. سبحان الله. إحدى كاميرات المراقبة صورت كلب بينقذ صديقه بعد ما كان ممكن يغرق، بعد ما وقع في حمام السباحة وفضل يحاول 34 دقيقة لحد ما أنقذه. البجعة مخلوقات مزاجية جدا وتقدر تعرف عنها في الفيديو اللي فوق دوت. حاولت بجعة تهجم على طفل، ولكن شجاعة الكلب اللي معاهم خلته يتصدر ليها وأنقذها من أذية أكيدة. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة عشان يجيلك أجدد الفيديوهات. سلام.